يعني مش عارف اقول ايه في الفيديو ده. رئيس الزمالك بيقدم مذكره لايقاف محمود كهربا، وكأن نادي الزمالك ما بقاش وراه غير ايقاف كهربا، وكأن نادي الزمالك ومسؤولي نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك ما بقاش وراه غير الكلام عن محمود كهربا. سايبين الفريق اللي بيولع، سايبين الفريق اللي بيتهد، سايبين الفريق اللي بينهار، سايبين الفريق اللي بيقابل تحديات كتيره وفي مشاكل كتيره جدا جدا جدا، وماشيين ورا محمود كهربا وايقاف محمود كهربا كهربا ليه عيب وحاجات من دي، وسايبين الفريق تماما عشان نشوف ان رئيس الزمالك بيعمل مؤتمر امبارح بعد خسارته قدام النادي الاهلي ب3 اهداف مقابل لا شيء، والفريق بينهار والفريق الى الهاويه، عشان يتكلم تقريبا نص ساعه، منهم قول ربع ساعه تلت ساعه كلام عن محمود كهربا، شتيمه في محمود كهربا، سب في محمود كهربا، شتيمه في مجلس اداره النادي الاهلي في كابتن محمود الخطيب، سب الكابتن محمود الخطيب، وكلام كده لا يليق ابدا على كره القدم ولا على اللي احنا عارفينه في كره القدم، ولا على الروح الرياضيه بتاعت كره القدم، ولا على اي حاجه خالص. واحد يجي يقول لي يعني انت يا عم عاجبك اللي عمله كهربا بعد المباراه والاحتفال بتاع كهربا مع الجمهور بشكل غير لائق ومش عارف ايه؟ هقول لك اكيد مش عاجبني، ولو قلت لك عاجبني يبقى انا شخص مش كويس، ابقى انا شخص مش سوي، لانها لو كانت حصلت بالعكس تماما ولاعب من نادي الزمالك هو اللي راح احتفل مع نادي الزمالك وعمل الكلام ده وعمل الاحتفال ده، انا مش هكون مبسوط ابدا، وهطلع وهتكلم عنه وهنتقده انتقاد لاذع كمان. ومش ببرر ابدا لكهربا، وكهربا كان في غنى عن ان هو يحتفل بالشكل ده مع جمهور النادي الاهلي، لان هو في فتره مش محتاج فيها اي بلبله ولا اي كلام من ده. ولكن برضو ما اعتقدش ان هيتوقع عقوبه على كهربا. ليه؟ لاننا شفنا لعيبه كتير جدا جدا بتعمل حاجات اسوأ من دي بكتير وما بيتوقعش عليها اي حاجه. فاذا لو توقع عقوبه المره دي فهيكون عشان ده كهربا مش عشان اي حاجه، لان الدنيا كلها رايحه لاتجاه كهربا هيتوقف، يعني كهربا هيتوقف. تعالوا بينا كده نسمع رئيس الزمالك بيقول ايه، ونسمع شويه منه كده ونشوف هو بيتكلم ازاي. يعني تقريبا نص ساعه رئيس الزمالك بيتكلم فيها بشكل غير لائق. السافل المنحط وهو تقنعني انه طبيعي ان الواد الهارب الكلب الهارب الكلب، السافل المنحط، الهارب الكلب. برافو عليك يا سيد، برافو عليك والله، برافو عليك يا سيد. هنا بالتالي سيد عبد الحفيظ ان هو شغال بالسحر. يعني دلوقتي اللي انا بكتبها مذكره طلبا للربط بالفيديو اللي بيقل ادبه على اسياده الخدام ابن الخدام. هنا هو زي ما قلنا بدأ الفيديو وصف كهربا بالسافل المنحط، ووصل لحد الخدام ابن الخدام. لانه سافل تاني، لانه ايه الادب؟ قليل الادب، مش متربي ولا رئيس نادي متربي. يعني الموضوع مش بس على حد كهربا، لا ده علني كده، ولا رئيس نادي كهربا متربي اللي هو النادي الاهلي يعني بيقول على محمود الخطيب، ولا محمود الخطيب متربي الاسطوره اللي احنا كلنا عاهدناه وما شفناش منه اي حاجه وحشه ولا اي غلط في اي طرف من الاطراف، ولا عمره طلع قال في حق اي شخص كلمه وحشه ولا تلفظ باي لفظ وحش، بقى غير متربي عن نصا وعلنا كده، بقى غير متربي قدام كل القنوات قدام كل الاعلام، بقى غير متربي. طب لو كهربا اتعمل له مذكره وكهربا هيتوقف وكهربا هيتعاقب، انت بقى يحصل ايه؟ يعني اما يطلع الكلام ده قدام الكاميرات وقدام الاعلام كله المفروض يكون ايه؟ وبعدين بنيجي نتكلم على الفتنه وعلى التعصب وعلى اثاره الفتنه والتعصب بين الجمهورين. ما هو كل ده بسبب ده، ما هو كل ده بسبب الكلام ده. ازاي كلام زي ده يتقال قدام الكاميرات؟ ازاي كلام زي ده يتناقله الاعلام والمواقع والصحافه ويدخل كل بيت مصري اللي فيه عائلات، اللي فيه اطفال، اللي فيه شباب، اللي فيه بنات، اللي فيه نساء، اللي فيه بقى من كل الاعمار زي ما انت عايز تقول قول. ده خدش علني للحياه. ده هنكمل. تاني يوم او بعدها بساعه يقول انا بعتذر لجماهير الزمالك العظيمه اللي جزمتها بدماغك. جزمة جماهير الزمالك بدماغ رئيس النادي الاهلي. يعني لو جيت سالت حد من جمهور نادي الزمالك على كابتن محمود الخطيب وانا وركز هنا على جمهور نادي الزمالك المحترم، هيقول لك الراجل فوق دماغنا، الراجل محترم، الراجل ما شاء الله عليه واسطوره من اساطير الكره المصريه، وكلام جميل جدا. لكن متربي ازاي؟ رايح ده على صفحه حبيب تزوره لغايه ما قفشت
اللي هي طلبه الخدع. المهم ان هو تقريبا نص ساعه في اللقاء، والقول خد نص ساعه اصلا كلها في الكلام على كهربا وعلى النادي الاهلي، والحاجه الوحيده اللي اتقالت تخص كره القدم في نادي الزمالك هي ان فيريرا مكمل لحد ماتش فيوتشر تقريبا او فاركو زي ما هو قال. دي الحاجه الوحيده اللي اتقالت كرويا تخص نادي الزمالك، ان فيريرا مكمل لحد ماتش فاركو. غير ذلك كله شتيمه وسباب لكهربا، شتيمه وسباب في مجلس اداره النادي الاهلي وفي كابتن محمود الخطيب. والنادي الاهلي النهارده بيتقدم ب3 بلاغات، وركز في ال3 بلاغات دي عشان دي مش سالكه شويه، لاتحاد الكوره، للرابطه، للجنه الانضباط، بسبب سب وشتم رئيس نادي الزمالك لمحمود كهربا ووصفه بالصعلوك، بالخدام، بالسافل وما الى ذلك، والفاظ كتيره جدا، وانه غلط في والده، وانه غلط كمان في رئيس نادي الزمالك، وغلط في مسؤولين النادي الاهلي عفوا ورئيس النادي الاهلي، ووصفه بغير المتربي. والنادي الاهلي بعت البلاغات دي والشكاوي دي ومعاها كورس مدمج في الفيديوهات اللي احنا بنتكلم عنها دي. ولكن هل هنشوف تحرك؟ هل هنشوف حساب؟ هل هنشوف اي تحرك تجاه اللي احنا سمعناه ده؟ يعني اللي احنا سمعناه ده تقريبا دقيقه بس كده. شوف الدقيقه دي فيها غلط في مين؟ الدقيقه دي فيها غلط في كهربا ووالده ومسؤولين النادي الاهلي، وكمان فيها الوصف للسيد عبد الحفيظ ان هو مثلا بيساعد كهربا بالسحر او ما الى ذلك. فدقيقه بس فيها مليون حوار ومليون حكايه، وسايب الفريق كرويا بيقع، سايب الفريق كرويا بينهار. طب فين حق جمهور نادي الزمالك؟ ما هو لو جمهور نادي الزمالك فاكر انه كده النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي زعلان، هو جمهور النادي الاهلي هيزعل في ايه؟ مش هيزعل في اي حاجه، بل بالعكس تماما. المتضرر الوحيد هو جمهور نادي الزمالك. ليه؟ لان رئيس ناديه سايب الفرقه بتولع، سايب الفرقه بتنهار، وطالع يتكلم على لاعب ما بقاش موجود عنده، طالع بيتكلم على رئيس نادي ثاني، طالع بيتكلم على فريق ثاني، ايا كان بقى باي شكل. فالمتضرر الاول والاخير هو جمهور نادي الزمالك اللي هيعاني معاناه شديده الفتره الجايه. فانا مش عارف اقول ايه. يعني من امبارح في ناس كتيره قالت لي ما تعملش الفيديو ده، ما تتكلمش في الفيديو ده، بس انا كواحد بحب اتكلم وبحب اشوف الكوره في مكانه كويسه، وعايز اشوف جو رياضي وبيئه رياضيه كويسه، ما قدرتش امنع نفسي من اني اطلع واتكلم على الموضوع ده. اتمنى اشوف حساب للمخطئ، المخطئ ده بقى كان كهربا، كان رئيس النادي الاهلي، كان رئيس نادي الزمالك، ايا كان مين المخطئ في اي من الاطراف، اتمنى اشوف حساب ليه، اتمنى اشوف ثواب وعقاب، عشان من آمن العقاب أساء الأدب. وبقينا بنشوف إساءة أدب بمبالغة، إساءة أدب يعني وصف إساءة الأدب قليل عليها. مش هتكلم أكتر من كده، هسيب لكم بقى شوية كلام في الكومنتات وقولوا لي رأيكم في الليلة دي. سلام.